نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. موقفه من الإسلام: حب كبير للمغرب، اتهام بالخيانة، وأصول غير عربية. أشياء لا تعرفها عن زين الدين زيدان. عاد اسم زين الدين زيدان للظهور بقوة في الفترة القليلة الماضية بعد أن ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، وكلما ظهر اسم زيزو تبادر إلى أذهاننا مسيرته الأسطورية سواء كلاعب أو كمدرب. لكن مهما عرفت عن زيدان فستغيب عنك أشياء بخصوص مسيرته وحياته التي سنتعرف عن بعض خباياها فيما يلي. أصوله ليست عربية. يعتقد العديد من الأشخاص أن أصول زين الدين زيدان عربية، لكن تلك المعلومة مغلوطة، فالنجم صاحب الأصول الجزائرية في الأصل أمازيغي وليس عربي، حيث جاءت عائلته من منطقة أقنون البربرية. حب كبير للمغرب. صحيح أن زيزو ذو أصول جزائرية، لكنه يكن حبا كبيرا للمغرب أيضا، ففي حوار مع مجلة باريس ماتش الفرنسية سنة 2019 اعترف زيدان بأن المغرب يعد وجهته المفضلة من أجل قضاء العطلة، وبالتحديد مدينة مراكش، مشيرا إلى حفاوة الاستقبال الذي يتلقاه كلما زار المملكة المغربية، كما أنه أشار إلى زيارته المتكررة للمغرب في السابق من أجل تنظيم بطولة عالمية خاصة بالفئات الصغرى، ويبدو أن ابنه إنزو قد ورث عنه ذلك الحب بعد نشره لصوره في مراكش مؤخرا. اتهام بالخيانة. صدر كتاب سنة 2018 يكشف عن الوجه الخفي لزيدان. صاحبة الكتاب بسمة لاهوري تطرقت إلى الاتهامات التي وجهت له بخيانة زوجته فيرونيك مع المغنية الجزائرية نادية. بسمة أكدت أن الصور التي نشرت له مع المغنية الجزائرية سنة 2006 وهما يترددان معا على نفس الشقة في باريس كانت حقيقية، حيث أن شخصان تكفلا بمراقبتهما عن كثب لمدة فاقت الشهرين، واكتشفا علاقتهما السرية ووثقوها بالصور، رغم أن الطرفان رفضا القصة بشكل قاطع، وأكدا أن كل الأمر لا يعدو أن يكون إشاعات كاذبة. تعاطي المنشطات. اتهم زيدان حينما كان في يوفنتوس بتعاطي المنشطات، شأنه شأن مجموعة من اللاعبين في النادي الإيطالي، حيث فوجئت لجنة محاربة المنشطات في الويفا في تلك الفترة بكمية الأدوية التي كانت متواجدة في النادي، والتي كانت تفوق